عبد ناصر، امم عايزين نعمل احسن ترتيب للفرق العربيه وهنحط معاهم صن داونز، يعني من احسن للاوحش في كاس العالم للانديه. يعني معانا 6 انديه: حلو. الاهلي، الهلال، الوداد، ترجي الترجي، العين الاماراتي، ومعاهم صن ومعاهم داونز. صن داونز. طيب ارتبهم لك من الاقل للاعلى. اه، رتب لي من الاقل من الاقل لغايه احسن للاعلى فرقه. هبدا في المركز السادس بالعين الاماراتي. العين الاماراتي اللي عمل مباراه كارثيه بالنسبه لي في الجوله الاولى، هو رقم 6 مرتاح بالنسبه لي. انا بالنسبه لي برضو نفس الكلام، متفق معاك. رقم 6 بالنسبه لي هيكون العين الاماراتي. غش مني، ده غش مش مني بغش يا عادي. ابني، ما هو الاداء اللي بيقول لك كده. طيب تاني فريق بالنسبه لي من تحت، تاني فريق كان بيلعب مباراه برضه سيئه جدا. شايف ان الترجي التونسي لعب مباراه فيها استسلام كبير قوي، خسر 2-0 من فلامينجو، لكن المباراه كانت سيئه قوي. احط رقم 5 الترجي التونسي. احط بعد كده رقم 4 هحط الوداد المغربي. لعب قدام مانشستر سيتي، فريق كبير، لكن انا كنت شايفه بيلعب بالبدله، وشايف ان الوداد برضه كان سيء ومتوقع خروج الوداد من المجموعه، فهحطه بالنسبه لي رقم 4. حلو أوي. يجي بعد كده رقم 3 بالنسبه لي، هحط صن داونز الجنوب افريقي. كسب المباراه بتاعته، لكن كان بيلعب مع فريق سهل جدا وعادي جدا ان هو يكسبه. كسب المباراه دي، فهحطه بالنسبه لي رقم 3. الاهلي والهلال اقوى انا فريقين قاعد مستني شايفهم. اصلا، دي عايز اشوف هيقول ايه، اقوى انا قاعد فريقين مستني دي. شايفهم. انا الاهلي بالنسبه لي دايما رقم 1، وما بحبش احطه غير رقم 1، لكن واقعيا في كاس العالم في المباراه الاولى اللي اتلعبت هحط الهلال هو رقم 1، لانه عمل جيم قدام ريال مدريد. بتتكلم في فريق كبير قوي زي ريال مدريد انه يقدر يطلع معاه ملك اللعبه. بالتعادل، فطبيعي ان الهلال هيبقى رقم 1 والاهلي رقم 2. الاهلي فرط في فوز كان يعني مهم جدا، وكان في المتناول جدا قدام انتر ميامي، فهحط الاهلي رقم 2 في اول جوله، وهحط الهلال رقم 1. ده الترتيب بتاعي للست فرق. جميل قوي. قول لي ترتيبك. ترتيبي انا في المركز السادس العين الاماراتي، طبعا لاني شايف ان هو يعني النادي الوحيد اللي شال سكور في البطوله، يعني اسوأ مش في دفاع. البطوله، في الفرق اللي معانا، لان في لا اوبننج لا، انا شال قصدي 10. انا قصدي شال سكور من المنتخب، يعني من من الفرق الفرق اللي معانا، العربيه الفرق اللي اه معانا بالظبط. ماشي. يجي في المركز الخامس بالنسبه لي برضو شايف الترجي، لان شايف ان هو ما عملش ماتش اصلا حلو، يعني ما عملش اي حاجه تحس اللي هو عارف انت هي اللي هو وجوده زي عدم، ولا ماتش اكنه عمل سيء اي جدا حاجه هجوميا. يعني، ولا تفتكره اصلا. في المركز الرابع بالنسبه لي هيكون الوداد المغربي، مع تمام، اني شايف ان الوداد نفس طبعا بيلعب ترتيبي. السيتي، ولكن يعني هي الظروف اللي خلتك كده. يعني انا مم. شايف السيتي كده كده نازل الماتش هيخسر، محطوط في مجموعه صعبه، مم. لكن مفيش امل، يعني فاهم انت. في انا عارف المركز انا عارف. الثالث ممكن اقول لك صن داونز، لان ايه ده مفاجاه دي؟ انا قلت هيقول الاهلي. لا 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 ماشي. لا لا، انا هقول لك ليه بالظبط. مم. لا، هقول لك صن داونز لان هي كمان فوز، بس هي فوز على فرقه سهله، يعني الموضوع برضو